الف سلام عليك يا صاحبي. ايه اللي حصل؟ تمام. لا انا عايزك تجمد كده، احنا لسه ورانا جلسه طويله. كل الناس نصحتني ان اجي لحضرتك عشان اتعالج نفسيا. تعالج نفسيا؟ انا دكتور علاج طبيعي يا صاحبي، انا بعالج المفاصل. طب ما انت هتعالجني طبيعيا. طيب هات ايدك كده اللي وجعك. انا بصيت على الاشعه وكانت ايدك اليمين، مش ايدك اليمين اللي وجعك؟ صح. طيب انا مش عايزك تقلق خالص يا سيدي، ولو بتحب الطب النفسي قوي احنا بينا وبين الطب النفسي ايه عوامل مشتركه، زي مثلا علاج بالكهرباء. احنا دلوقتي هنعالجك بالكهرباء كده وهيبقى شبه الطب النفسي، هتبقى زي الفل ان شاء الله. توجع؟ لا خالص مش هتحس بحاجه خالص. قول بس كده ايه، سمي الله كده وقول يا رب يا مسهل، وان شاء الله تبقى زي الفل. اقول دعاء السفر؟ انت راكب جمل، بس الموضوع بسيط خالص. دكتور في كهرباء يا دكتور. فعلا؟ يا دكتور في لا الف سلام عليك. بص يا دكتور بتتحرك لوحدها يا دكتور. لا ما تقلقش. لا وقفها يا دكتور. ما تقلقش يا دكتور يا جدعان. جدعان انا على الطرف اللي حطيتها لك جوه هتتحرك اكتر يا دكتور. بتتحرك لوحدها. لوحدها هنا هتتحرك اكتر. بص يا دكتور انا اعملها لك بالراحه. بص لا انا عايزك لسه قدامنا ربع ساعه بقى. لا استاذن انا دكتور. استنى يا عم. اهلا بيكم على الطبيعي، معاكم رامي طارق. في اوائل القرن ال 18 يا ابن بلدي، العالم الانجليزي ستيفن جراي جرب يوصل الكهرباء بين جسمين باستخدام سلك طويل، والاول مره في التاريخ شافوا ان كهرباء ممكن تمشي جوه السلك لمسافه كبيره من غير ما تضيع. وبدات هنا يا ابن بلدي فكره الاسلاك اللي بتنقل الطاقه، واللي بقت اساس كل حاجه في حياتك. الاسلاك دي لازم تبقى قويه ومحميه، لان اي ضغط او التواء عليها ممكن ما يوصلش الكهرباء والنور يقطع. ايه ده؟ مين طفى النور يا اخوانا؟ وجسمك كمان فيه اسلاك ماشيه من مخك لاطرافك اسمها الاعصاب، بس الفرق ان اعصابك مش مدفونه تحت الارض زي سلك الكهرباء. الاعصاب بتتحرك وبتتشد، ده غير شده الاعصاب والتوتر، يعني انا قصدي تتشد يعني بيحصل فيها ستريتش، ولو اتحبس او اتلوى هيسبب لك الم وتنميل في جسمك، وحرفيا كهرباء بس مش هتنور يعني. والنهارده يا ابن بلدي هحكي لك عن قصه التغيير الجذري اللي حصلت في فهم الاعصاب، وازاي ديفيد باتلر عالم العلاج الطبيعي، العالم ده كان استرالي غير الطب كله، قرر يتعامل مع العصب كانه كائن حي بيتحرك وبيتاثر وبيتحبس. خلي بالك ديفيد باتلر ده عالم علاج طبيعي، انا قلتها قبل كده بس باكد يعني. خليك معايا وركز في الحلقه دي عشان ان شاء الله بعد الحلقه هنغير نظرتك لجسمك تماما. في الطب زمان كانوا شايفين ان الاعصاب زي المواسير ثابته وماشيه في مجراها، لو اتضغطت يحصل الم، ولو اتشال الضغط الالم يروح. بس بدايه السبعينات حصلت حاجه غيرت الكلام ده كله. دكاتره الاعصاب في استراليا لاحظوا ان مرضى كانوا بيشتكوا من الم وتنميل، بس الاشعه بتقولش ان في ضغط ولا اي مشاكل على الاعصاب. وده خلى بعضهم يتساءل، هو ممكن العصب نفسه يكون مخنوق؟ يا دكتور بس انت عصب يا دكتور. لا بس مخنوق والله، انا كعصب مخنوق. ماشي يا دكتور، سلام عليكم. في خلال الفترة دي بقى ظهر دكتور اسمه ديفيد باتلر، كان أستاذ سابق في جامعة جنوب استراليا، ومش عارف معلومة قلتها قبل كده ولا لا، إنه كان دكتور علاج طبيعي. المهم يعني بفكرك بس. المهم بدأ أبحاث مكثفة على تشريح الأعصاب، وبدأ يستخدم جثث حقيقية، بيدرس في الجثث دي أثناء حركة المفاصل إيه اللي بيحصل في العصب. واكتشف اكتشاف مذهل جدا، اكتشف إن العصب مش ثابت، العصب بينزلق، بيتزحلق. أيوه بيتزحلق جوه جسمك أثناء الحركة. يعني لما تمد دراعك العصب اللي رايح لايدك ممكن يتحرك في حدود 1 ل1.5 سم، لكن لو في اي تليف او التصاقات حوالين العصب او في الانسجه اللي حواليه العصب يتشد ومرونته تقل، وساعتها تبدا تحس بالم وتنميل وزي شكشكه كده حتى من غير ضغط مباشر. ديفيد باتلر بقى ما وقفش عند كده، في التسعينات اسس مفهوم علمي اسمه نيوروداينامكس او ديناميكا الاعصاب. ويا اخوانا في عرضكم اللي عنده حاجه من الاعراض دي ينزل يكشف وما يستخسرش في صحته، بلاش شغل بقى هاخد اسبرين النهارده وبكره ابقى كويس. ونرجع بقى لموضوع النيوروداينامكس. علم النيوروداينامكس ده هو علم بيدرس ازاي العصب بيتحرك وازاي حركته دي بتاثر، والضغط والشد ده بيحصل بعديه ايه. احنا جامدين قوي في العلاج الطبيعي كده جامدين. بس ديفيد باتلر وضع كتاب سنه 91 اسمه Mobilization of the Nervous System. الكتاب ده بقى مرجع لكل دكاتره العلاج الطبيعي، وبقى نقله كبيره جدا في علم الاعصاب. المفهوم ده ما كانش مجرد كلام نظري، لا تم اختباره عمليا. انت بتعمل ايه يا عصب؟ ايه بتعمل ايه؟ عندي اختبار مع دكتور ديفيد باتلر. عاش يا عصب.
تسلم يا ريس. دراسة اتنشرت سنة 2014 في جورنال اوف اورثوبيديك اند سبورتس فيزيكال ثيرابي لقت ايه بقى؟ لقت ان تمارين تحريك الاعصاب قللت اعراض الالم من الساق والظهر بنسبة تتراوح ما بين 50 ل 70%. يلا صاحبي شد يا صاحبي. انت عصب قوي ليه كده؟ ما انا عصب بس لازم اتحرك عشان اتعالج. ليه؟ عايزين نقلل الالم. ان شاء الله يتقلل. يا جماعة ده هاتوا الشاب اللي معايا يا جماعة شاب يساعد. مين دلوقتي؟ مش وقته. يا عم جرب شوية. اجرب ايه بقى؟ ايه ده بقى يا عم بقى تجمد شويه بقى. دراسه في ماسكولوسكليتال ساينس اند براكتس سنه 2017 اكدت ان تحريك الاعصاب ساعد مرضى متلازمه النفق الرسغي اللي هو الكاربال تانل سيندروم على تحسين الاحساس والقوه العضليه وتقليل الالم بنسبه وصلت ل 60%. دراسه تانية في بين ميديسن سنه 2019 قالت ان استخدام تمارين تحرير العصب قلل الاعتماد على الادويه بنسبه تزيد عن 30% بعد 4 اسابيع بس من العلاج. انا قلت لك والله العلاج الطبيعي جامدين، بس احنا في النيورو داينامكس مش بنتكلم عن شويه تمارين وحركه وخلاص، لا دي ثوره علميه. بقى العصب عضو عامل متحرك ليه ديناميكيات مش مجرد سلك. الجميل بقى ان تمارين تحريك الاعصاب دي بسيطه جدا، المريض يقدر يعملها لوحده في البيت. التمارين دي بتساعد المريض انه يحرك العصب ويحرره من الضغط والحبس اللي هو فيه. حرروني 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 يا جماعه. والنهارده يا جماعه معانا ضيف ندردش معاه شويه عن النيورو داينامكس. مجال الاعصاب ده عامل زي السوفت وير بتاع الجسم كده، تمام؟ كويس قوي. كده الهاردوير اللي هو العضلات والكلام ده مش هيشتغل غير لو السوفت وير شغال كويس. صحيح. تمام، دي حاجه طبيعيه جدا. صحيح. والسوفت وير لو ادى اوردرز والهاردوير مش شغال مش هيشتغل. صحيح. فلازم الاثنين يكونوا كويسين، يبقى في وهنا توازن. هي صحيح. نقطه التلاقي ما بين السوفت وير والهاردوير اللي هم الماسكوسكليتال والنيورو رهاب او النيورو ريهابيليتيشن. يعني هي الفكره بتاعت التزحلق او النيورو دايناميك ده ايه اللي خلاه ربط ما بين الماسكوسكليتال وما بين النيورو. طيب في الاعصاب او شبكه الاعصاب بتاعت الجسم بتاعتنا طالعه من اول السباينال كورد اللي هو النخاع الشوكي، بتتمدد لغايه ما توصل للاطراف بتاعتنا سواء الايد او الرجل او الكلام ده كله. ممكن يحصل لو احنا جينا شفنا بعينينا النيرف هتلاقيه عامل زي الحبل كده بالظبط. هو حبل بالظبط. تمام. طب الحبل ده معرض ان هو يتزنق، معرض انه يتعمل عليه تنشن، معرض انه يقصر في حتت معينه، يكمش او يعني ينكمش او يحصل حواليه ادهيجنز او التصاقات. بالظبط. اي نعم. معرض كل الكلام ده يحصل. طيب مش اي حاجه تحصل هجري على العمليه. صحيح طبعا. يعني لو هو حصل له تنشن في حته معينه هروح افتح انا بقى لا تنشن بسيط مفيش حاجه. فيجي هنا الرول بقى بتاع نيورو داينامكس. نيورو داينامكس ده انت المفروض ان انت بتبقى دارس كل الاعصاب بتاعتك هي مكانها فين وماشيه فين وبتتزنق. أيوة الاماكن. أيوة الزنق بتاعها فين بالظبط. أيوة كل عصب بيبقى ليه كومن او مناطق معينه هي دي اللي بيتزنق فيها على طول، وانت تبقى عارفها باعراضها. لو العيان جالي قال لي في تنميل في الحته الفلانيه فانا ابقى عارف ان الحته دي كذا. لو جاي قال لي تنميل في الرجل من الطرف اللي بره او مش عارف كذا، كل الكلام ده انت بتبقى عارف هل هو زنقه عصب ولا هو ايه بالظبط. تمام. طب لو عرفت ان هي زنقه عصب فعلا وخلاص انت ايقنت ان ده زنقه عصب، تبدا ان انت تشتغل بقى على حته النيورو دايناميك. تمام. بوزيشنز معينه تبدا تحرك فيها من ديستال للبروكسيمال او من بروكسيمال للديستال. كل الفكره بتاعتها ان انت جاي الحبل او العصب ده كانك ايه، كانك بتعمل تنشن عليه وتريليز. الله. تمام. أيوة. فيبدا الدنيا تهدى معاك. يبدا بالظبط. لو في اي تنشن في اي التصاقات تبدا تتحرك. يبدا التنميل يقل، يبدا الحركه ترجع، يبدا الالم يقل معاك. الكلام ده كله بحركات بسيطه جدا جدا. لو عايز تعرف بيتها بقى جامد قوي في العيانين مثلا اللي هم لسه عاملين مثلا اوبريشن او عمليات. نعم. سباينال اوبريشن. طبعا ده في اول ستيج اصلا هو ما فيهاش غير نيورو دايناميك. مش تعمل حاجه تاني. هتمسك رجله عشان تبدا تحرك الاعصاب دي عشان الاعصاب ما يحصلهاش انكماش او ما تحصلهاش اي كومبريشن نتيجه الاديجنز بتاعه العمليه او الالتصاقات بتاعه العمليه والكلام ده كله. فتبدا تهدي الكلام ده. ديفيد باتلر فضل يطور المفهوم ده مع فريقه لحد ما اسسوا سنه 2002 منظمه تعليميه اسمها نوي جروب اللي دربت الاف الدكاتره في اكتر من 30 دوله. هدفهم انهم يخلوا فهم الالم حديث علمي وانساني. يعني باختصار العصب مش سلك ثابت، العصب بيتحرك. لو اتحبس او اتلخبط في طريقه ممكن حياتك تتلخبط معاه، يحصل لك تنميل وشكشكه طول الليل. دكتور علاج طبيعي اسمه ديفيد باتلر، لولا ما كناش هنفهم جسمنا بالشكل اللي وصلنا له النهارده. العلم بيتحرك وانت كمان محتاج تتحرك معاه. جسمك بيتكلم احيانا بلغه ما بتشرحش في الاشعه ولا التحاليل. على اي حال شكرا ليكم، وكان معكم رامي طارق.